السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير. اسمحوا لي حتى لاخر اللحظه باش نزيد نتصور. هنايا غنقدم معكم واحد الكيكه. كندير واحد التحضيرات لعيد ميلاد ولدي، وبغيت نوجد ليه واحد الكيكه كتجي رائعه رائعه وخطيره بواحد المكون ما يخطرش على البال. هو السر ديال هاد الكيكه. عندي هنايا 3 ديال البيضات اللي درت، وكاس د العنبه ديال السكر الخشن سنيده، وواحد القبيصه ديال الملحه. غادي نطلعهم مزيان بهذا الباطور، هاد الطراب، حتى يولي بحال الكريمه، وغنرجع معكم. كما كتشوفوا حتى كيطلع هكايا وكيولي بيض بحال الثلج. هانتوما كتشوفوا هذا غير البيض وسنيده وقبيصه الملحه. غادي نضيف عليها كاس لاروب ديال زيت المائده، غنضيفوها بالتدريج وغادي نطربو، ولكن غتكون السرعه ناقصه. والمكون السري اللي غادي اي واحد خدام كلا عندكم هاد الكيكه غادي يسولكم على السر ديالها وعلى المقادير، هو الجزر. عندنا هنايا زلافه ديال الجزر محكوكه هكايا رقيقه متوسطه، ماشي رقيقه وماشي غليظه، غير متوسطه. هنايا كتعاد لينا 2 كيسان من الكاس د العنبه اولا زلافه. هاد الكيكه راه كتجي هائله وغادي تفاجئوا بها ضيوفكم وعائلاتكم. وعندي هنايا شويه ديال الكركاع بحال 2 معالق هكايا كبار مهرمشين. تقدروا ديروه، تقدروا تستغناو عليه، ولكن راه كيعطي لهاد الكيكه واحد المذاق هائل. وغادي نحتاجو القرفه، اللي كيبغي المذاق ديال القرفه يديرها، اللي ما تيبغيش يقدر يعوضها بالفاني. ولكن كما كتعرفوا راه القرفه كتواتى بزاف مع الجزر وكيعطيها واحد المذاق لهاد الكيكه رائع. صافي، غادي نضيف المقادير اللي قلت لكم تدريجيا وغادي نرجع معكم. وما تنساوش البنات واحد المعلقه كبيره ديال الخل كما كتشوفوا، نسيت ما قلتها لكمش. دابا غادي نحتاجو بالنسبه للدقيق 2 كيسان ديال العنبه و2 خمارات حمر، صافي 2 خمارات حمر ومعلقه صغيره ديال القرفه. غادي نغربلوهم مع بعضياتهم وغادي نديرو داكشي بالتدريج، حيت على حساب الحجم ديال البيض ديال كل وحده وعلى حساب النوعيه ديال الدقيق. قدر يكمل لينا 2 كيسان، نقدروا نحتاجو قل، نقدروا نحتاجو حتى الكاس ونص. وغادي نضيف ملعقه صغيره حتى هي د القرفه، غادي نغربلوها مع الدقيق بهذه الطريقه. دابا انا كما كتشوفوا درت غير الكاس الاول حتى غادي نشوف الكيكه ديالي كيفاش. وغادي نحرك كما كتشوفوا، وغادي نحرك في اتجاه واحد باش البيض ديالنا ما ينزلش بحال هكا. حتى غادي نحرك وغادي نشوف عيني ميزاني. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي كيجي. 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق فقط اللي استعملت انا. غير جربوها اكيد غتنال الاعجاب ديالكم. راه شي حاجه كتجي هائله الصراحه، هائله في المذاق، كتجي هشيشه وبنينه لواحد الدرجه ما كتصورش، حيت غنضيفوا عليها كريمات وغنضيفوا عليها واحد الزين اللي كيكون راقي. وخليكم تجربوها حيت ما يمكنش غنوصفها لكم. هانتوما كتشوفوا الكيكه ديالتنا ملي خرجتها من الفران راه كتشهي، كيجي فيها هذا اللون ذهبي كيشهي، ما تحتاجش كاع اصلا باش ديروا ليها شي تزيين.
غادي نحاول كريم وديروه ولدي كيقول لكم ديروا لا كريم. غادي نحاول نقسمها هكايا. غتجيبوا شي موس بحال هكايا كيكونوا فيه هاد السنينات، وغادي تحاولوا تقسموها على جوج باش غادي نديروا طبقه د لا كريم. غادي نشارك معكم طريقه الكريم اللي غادي ندير. غادي يكون فيه لا كريم باتيسير ولا كريم شانتي. وبالنسبه للكريمه نتوما غادي تختاروا اي كريمه نتوما كتفضلوا. انا غادي ندير كريم باتيسير حيت صورت بعدا ولكن تمسح لي لا فيديو. درت هنايا 2 كيسان ديال الحليب ديال العنبه مع 2 معالق ديال الكريم باتيسير و 2 ساشيات ديال الفاني باش تجينا منسمه مزيان، و 2 معالق ديال السكر الخشن سنيده. صافي وغادي نديرو فوق النار وغادي نبقاو نحركو حتى كيعقد لينا. ملي غادي تعقد غادي نديرها في الثلاجه. بعدا قبل ما نطفيو البوطه غنديروا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده باش ما تكون ليناش عليها ديك الطبقه ديك القشره هكايا من الفوق، وكنوضعوها في الثلاجه حتى كتبرد لينا. ملي غتبرد انا غنضيف عليها الكريم شانتي، غادي نوجدها وغادي نضيفها على هاد لا كريم. كتجي واحد الكريمه اللي رائعه والمذاق ديالها كيجي رائع. تعقد ليا الكريمه ونرجع معكم. سمحوا لي لا فيديو الاخر ما عرفتش كيفاش تمسح ليا من التليفون. المهم كما كتشوفوا ندير هنايا كريم شانتي وكريم باتيسير. كناخذ شويه ديال الكريم شانتي كنديرها مع الكريم باتيسير والباقي كنحتفظ به. كنقسم الكيكه ديالتي على نصفين غير بشويه. تقدروا تقسموها غير بالخيط اولا بشي سكين يكون طويل باش تقسم لكم مزيان، حيت كتكون الكيكه هشيشه لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. كما كتشوفوا التزيين كيبقى حسب الاختيار. انا درت واحد الطبقه ما بين الكيك بجوج، طبقه ديال الكريمه اللي فيها الكريم شانتي والباتيسير وغلفتها بالكريم شانتي من الفوق. صافي وزينت زينت بهذوك اللي فخوي وحكيت فوق منه الشكلاط بيض وشويه ديال الكركاع واللوز هكا مهرمش. دائما كما قلت لكم التزيين كيبقى من اختياركم، وبصحه وراحه والى فيديو قادم ان شاء الله.